تخيل معايا تكون خارج غير باش تبدل الجو. نهار عادي بحال اي نهار، الشمس ديال العشيه، الهواء ديال البحر كيدخل لصدرك وكيخليك تحس براسك مرتاح. شديتي الصناره ديالك وقلتي نمشي نصيد شويه ونبعد على الصداع والستريس، ولكن فجاه وسط داك الطريق الخالي غادي تشم ريحه غريبه. كتقرب شويه وكتفاجأ بحاجه مستحيل تتوقعها، جثه ديال بنت مرميه قدامك وسط الرمل، والدم باقي ناشف فوق حوايجها. دابا وقف معايا هنا شويه وفكر، واش غادي تبقى واقف مصدوم؟ واش غادي تهرب وكأنك ما شفتي والو، ولا غادي تعيط للبوليس وتدخل راسك في قضيه عمرك ما كنت باغي تكون طرف فيها؟ هاد الشي بالضبط هو اللي وقع في قصه اليوم، قصه حقيقيه خلات مدينه الرباط كامله تعيش الرعب. قصه فيها الغموض، الحب، الخيانه والقتل بطريقه بشعه ما كان حتى واحد كيتخيلها. ولكن قبل ما نبداو عندي منكم طلب صغير، الا كنتي من الناس اللي كيعجبهم هذا النوع ديال القصص البوليسيه والغوامض، دعمنا بلايك وبارطاجي الفيديو مع صحابك، حيت هذه القصه بالذات كل تفصيله فيها كتحبس النفس. ودابا شد راسك مزيان وخليك مركز معايا، حيت اللي غادي تسمعوا دابا ماشي ساهل. القصه ديالنا رجعات العام 2009 بالضبط في مدينه الرباط. كانت كاينه واحد العائله بسيطه ومحترمه، الاب سميتو عبد الرزاق، خدام عادل او عدول، راجل معروف بالهدوء والانضباط ديالو، والام سميتها ناجيه، ربة بيت عايشه غير لولادها ودارها. وعندهم جوج بنات، الكبيره سميتها سكينه والصغيره ساره. سكينه كانت بنت هادئه مؤدبه وقاريه، داك النوع ديال البنات اللي الوالدين ديالهم كيعلقوا عليهم امال كبار. بديك السنه كانت يلاه دوزت الباك، وكانت كتحلم تدخل المعهد كبير وتبني مستقبل زوين. والحقيقه البنت كانت مجتهده بزاف، وفعلا جابت نقطه فرحات بها العائله كامله. وإلا كنتي مغربي اكيد غتفهم شحال كتكون الفرحه ديال النجاح في الباك وسط العائله. الام كتبدا تحلم بولدها ولا بنتها غادي يولي شي حاجه كبيره، والاب كيحس بالراحه حيت التعب ديالو ما مشاش هباء. سكينه كانت عندها جوج صحابات مقربات بزاف منها، مريم ونهيله. الثلاثه بيهم كانوا بحال الخوت، ديما مجموعين وديما مع بعضياتهم. ومن بعد النجاح قرروا يديروا حفله صغيره في قهوه باش يحتفلوا براسهم. الفكره كانت عاديه جدا، ما فيها حتى مشكل نهائيا، بالعكس هذه هي الفرصه فين كيبغي الانسان يحتفل ويفرح مع الاصدقاء ديالو. اتفقوا على النهار وعيطوا حتى لبعض الدراري والبنات اللي كانوا كيقراو معاهم، وكل شيء كان باين عادي، حتى جا داك النهار اللي تبدلت فيه حياه عائله كامله للابد. سكينه قبل ما تخرج مشات عند ماماها وقالت ليها غنمشي غير نحتفل مع صحاباتي ونرجع بكري. الام صراحه ما كانتش مرتاحه بزاف للفكره، ولكن في الاخير وافقات بشرط، قبل 9 تكوني في الدار. اجي وفين غادي تكونوا بالضبط؟ سكينه عطاتها سميه القهوه وخرجات وهي فرحانه، ما كانتش عارفه بلي هذه اخر مره غادي تشوف فيها دارهم. دازت الساعات والوقت بدا كيدوز، وصلات 9 ديال الليل. ومن بعد 9 بشويه الام هزات عينيها في الساعه، 9:27 دقيقه بالضبط. هنا بدات كتشوش، علاش سكينه مازال ما رجعاتش؟ شدت التليفون واتصلت بها، لكن الصدمه التليفون طافي. الام حاولت تقنع راسها، يمكن غير التليفون ديشارجا، او يمكن ما لقاتش المركوب، ولكن قلب الام عمرو كيغلط. كل دقيقه كانت كدوز كانت الرهبه كتزيد، حتى وصلت 10:30 ديال الليل والبنت مازال ما رجعاتش. هنا الاب تعصب وقال يلا نمشيو لديك القهوه. وصلوا للقهوه بسرعه، والاب دخل كيقلب بعينيه على شي اثر لبنته، ولكن المفاجاه ما كانت حتى شي حفله تما. السرباي قال ليه كانوا هنا شي شباب وبنات، ولكن خرجوا مع 7:30 تقريبا. الاب هنا حس بحالو كيتخنق، كيفاش بنته خرجات مع 7:30 ودابا راه قرب النص ديال الليل وما رجعاتش؟ زاد سول السرباي على سكينه بالمواصفات، والسرباي اكد ليه كانت هنا، ولكن من بعد قال ليه جمله قلبات كل شيء. قال ليه
البنت اللي كتقلب عليها خرجات بوحدها قبل الجميع بساعة تقريبا. هنا الأب فهم باللي شي حاجة خايبة وقعات، خرج هو ومراته مباشرة عند صاحبتها مريم، سولوها واش سكينة عندكم؟ قالت ليهم لا، ومن بعد بدات كتحكي، قالت ليهم بلي سكينة جاها تليفون وسط الحفلة، ومن بعد خرجات وقالت غنمشي نتلقى شي واحد وغنرجع، ولكن ما رجعاتش. الأب والأم دابا دخلوا في مرحلة الرعب الحقيقي، رجعوا للدار ولكن لا أثر لسكينة. ديك الليلة كاملة دازت عليهم بحال كابوس، الأفكار السوداء بدات كتاكلهم، واش تخطفت، واش دارت حادثة، ولا شي حد آذاها. مع طلع النهار توجهوا مباشرة للبوليس وداروا بلاغ اختفاء. البوليس بدا الإجراءات ديالو، اتصلوا بالمستشفيات، الدوائر الأمنية، أي بلاصة ممكن تكون فيها، ولكن والو. احتاج هذاك الاتصال اللي غيبدل القضية كاملة. مع 4:13 دقيقة ديال العشية واحد الشاب عيط للبوليس وقال لهم كاينة جثة ديال بنت مرمية بطريق كيدي للبحر. رجال الأمن طاروا للمكان ولقاو شاب واقف هو واختو مرعوبين. من بعيد كانت باينة الجثة، بنت صغيرة طايحة على جنبها والدم مغرق حوايجها. لكن الحاجة اللي صدمات البوليس كتر هو طريقة القتل. البنت كانت مضروبة بسهم ديال الصيد البحري، داك النوع الكبير اللي كيستعملوه الغطاسين والصيادة. منظر مرعب بطريقة ما طبيعياش. وهنا فين غيكتشفوا البوليس واحد الصدمة ما كان حتى شي واحد متوقعها. الجثة اللي كانت مرمية تماك وسط داك الخلا كترجع للبنت اللي المدينة كاملة كانت كتقلب عليها، سكينة. البنت اللي عندها غير 18 عام واللي والديها من البارح وهما دايرين بحال المجانين غير باغيين يعرفوا فين مشات وبخير ولا لا. الجثة باين عليها دازت عليها أكثر من 24 ساعة. البوليس بدا البحث العلمي ولقاو بأن الجريمة غالبا وقعت في نفس المكان. أثر الدم، أثر المقاومة، كل شيء كيشير بلي الضحية حاولت تهرب ولكن ما قدراتش. ومن بعد ما قلبوا في حوايجها لقاو البطاقة الوطنية، الفلوس وحتى الذهب باقي فيها. يعني السرقة ما كانش هي الدافع، الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة هي التليفون. وهنا البوليس فهم بلي القاتل كان ذكي وخد التليفون باش يخفي أي دليل يقدر يوصلهم ليه. الشرطة العلمية منين سالات المعاينة الأولية ديالها ترسلات الجثة لمستودع الأموات باش يزدار عليها التشريح الطبي. أما رجال الأمن بقاو تما ببلاصة الجريمة كيقلبوا على أي خيط صغير يقدر يوصلهم للجاني. كانوا كيقلبوا وسط الرمل، حتى الشجر وفي الطريق، حتى الآثار ديال الرجلين كانوا كيتبعوها، وجابوا حتى الكلاب المدربة على أمل تشم ريحة ولا توصلهم لشي اتجاه، ولكن للأسف والو. بحال إلا الجاني دار الجريمة واختفى في الهواء. ومن بعد ساعات طويلة ديال البحث البوليس قرروا يستدعيوا الوالدين ديال سكينة. المؤلم في الموضوع أن الوالدين من توصلوا بالاستدعاء كانوا فرحانين على قد الخوف اللي فيهم. قالوا بيناتهم أكيد البوليس لقاو بنتنا، أكيد غادي نرجعوها معنا للدار. ما كانوش عارفين بلي الصدمة الحقيقية كانت باقي ما بداتش. غير دخلوا عند الضابط وبطريقة هادئة قال لهم بلي بنتهم تلقات مقتولة في واحد الطريق كتدي للبحر. ديك اللحظة كانت قاسية بشكل ما يتوصفش. الأم بدات كتبكي بهستيريا، والأب صافي بقى واقف كيضرب في وجهه ويقول لا مستحيل، بنتي ما ماتتش، راكم غلطتوا في شي بنت واحدة أخرى. وهو ما كانش قادر يتقبل الفكرة، بقى كيعاند كيرفض وكيتشبت بأي أمل صغير. ولكن منين خداوهم لمستودع الأموات وشافوا سكينة بعينيهم تما سقطت جميع الآمال. الأب ديالها حاس بحال إلى الدنيا كاملة طاحت فوق راسو، والأم كان صغير كتشوف بنتها وكتقول علاش بنتي، شكون دار لك هاد الشي. ومن بعد هاد الصدمة بدا البوليس يحاول يجمع أي معلومة تقدر تعاونهم. جلسوا مع الوالدين ساعات طويلة كيسولوهم على أبسط التفاصيل، كيفاش كانت سكينة مؤخرا، واش تبدلات، واش كانت كتخرج بزاف، واش كان شي شخص كيتبعها، واش كانت داخلة في شي علاقة عاطفية من وراهم. ولكن الأجوبة كلها كانت كتقود لنفس الحاجة، سكينة كانت باينة بنت عادية جدا. حتى باها قال لهم بلي عمره دخل في شي مشاكل مع شي واحد،
لا في خدمته لا في حياته، انه انسان كيخدم بالقانون وما عنده حتى عداوه مع حتى شي واحد. اما سكينه فحسب كلامهم كانت فرحانه بالايام الاخيره بسبب النجاح ديالها، وهذا الشيء علاش خرجت تحتفل مع صحاباتها. يعني من الخارج كل شيء كان عادي، ولكن البوليس كانوا متاكدين من حاجه واحده، اللي قتل سكينه ماشي شخص غريب، بل شخص كتعرفو كتثق فيه لدرجه خلاتو يتلقاها بوحدها. والدليل الكبير كان هو اختفاء التليفون ديالها. الجاني خداها معاه وكأنه كان عارف بلي السر كامل مخبي تما. هنا البوليس قرروا يستدعيو اختها سارة على امل تكون عارفه شي حاجه ما كانوش عارفينها الوالدين. ومنين بدات سارة كتهضر في البدايه حتى هي ما عطات حتى معلومه مهمه. قالت بلي اختها عمرها غدرات معاها على شي علاقه، وحيت باهم كان صارم بزاف سكينه كانت كتخبي بزاف ديال الحوايج للعائله. ولكن وسط الهضره سارة تذكرات بواحد الحاجه صغيره واللي غادي تقلب الملف كامل. قالت ليهم بلي مؤخرا تليفون سكينه كان ديما كيصوني، وكل مره كتجيها مكالمه كانت كتبعد شويه باش تجاوب، ومرات ما كتجاوبش قدامهم نهائيا. ومنين كانت كتسولها شكون كيتصاصل كانت كتجاوبهم غير شي بنت معايا بقرايتي. هنا البوليس حسوا بلي هاد المكالمات وراها شي سر كبير، وفعلا مباشرة لصقوا مع شركة الاتصال وجابوا سجل المكالمات ديال سكينة قبل اختفائها. وفي نفس الوقت بداو كيحققوا مع جميع الناس اللي كانوا في الحفلة، البنات والدراري كاملين واحد بواحد. البوليس استجوبوهم وراجعوا كاميرات المراقبة ديال القهوة اللي كانوا فيها، والنتيجة كانت مهمة بزاف. الكاميرات بينات بلي سكينة منين جا هداك الاتصال خرجات بوحدها من القهوة، وحتى واحد من صحابها ما تبعها، وحتى واحد ما خرج معاها. يعني الشخص اللي كانت غادي تقابله كانت هي عارفاه وثايقه فيه. ومع مرور الوقت خرج تقرير التشريح الطبي والنتائج كانت صادمة. التقرير أكد بلي سكينة ما تعرضت لا لاعتداء جسدي ولا جنسي، وسبب الوفاة كان هو داك السهم الكبير اللي تضربت به في الكرش. وزاد التقرير وضح بلي الوفاة وقعت ما بين 8 و 10 ديال الليل، يعني تقريبا مباشرة من بعد ما خرجت من القهوة. وكاين تفاصيل أخرى شدت انتباه البوليس بزاف. السهم اللي تستعمل في الجريمة كان جديد، أول مرة كيتستعمل. أما تقرير الاتصالات فكشف مفاجأة أخطر. الليلة اللي اختفت فيها سكينة كان واحد الرقم مجهول اتصل بها أكثر من 17 مرة. وزيد على هذا الشيء التحليل التقني بين باللي صاحب الرقم كان قريب بزاف من القهوة، تقريبا غير ب 300 متر. المشكل الوحيد الرقم ما كان مسجل باسم حتى شي واحد. هنا البوليس بداو كيفرغوا كاميرات المراقبة ديال الزنقة كاملة، قهاوي، محلات ومطاعم، أي كاميرا ممكن تكون شدات سكينة. وبعد ساعات طويلة من البحث أخيرا لقاو اللقطة اللي كانت غادي تحل اللغز كامل. كاميرا ديال المحل وجبات سريعة بينات سكينة وهي كتركب في واحد الطوموبيل. الغريب الطوموبيل بقات واقفة مدة طويلة، ومن بعد بان باللي سكينة كانت كتحاول تفتح الباب وتنزل، ولكن الشخص اللي كان حداها كان كيرجع يشد الباب ويسدو بالقوة. وفجأة الطوموبيل ديمارات ومشات. ديك اللقطة كانت كافية باش البوليس يتحركوا بسرعة. خداو النمرة ديال الطوموبيل وتبعوا المالك ديالها حتى وصلوا لشخص سميتو معاذ، عنده 27 عام. ومنين جابوه للتحقيق ووجهوه بالكاميرات ما صبرش بزاف واعترف بكل شيء. قال بلي كانت بينه وبين سكينة علاقة حب دامت عام كامل، وكان باغي يتزوج بها. ولكن مؤخرا سكينة تبدلت عليه وما بقات كتجاوبه، وطلبت منه يبعد عليها حيت بغات تركز على قرايتها. هو من جهته بدا كيحس بلي كاين شي واحد اخر في حياتها، وهذا الشك تحول عنده للهوس. وفي نهار الجريمة منين ما بقاش كتجاوبه شرى رقم جديد واتصل بها، وهددها باللي لا ما خرجاتش عنده غادي يجي للقهوة ويدير ليها الشوها قدام صحابها. سكينة خافت وخرجات، ولكن منين ركبت معاه في الطوموبيل كلشي تبدل. بدا كيهددها وهي كانت كتحاول تهرب وتنزل، وهو كيشدها بالقوة حتى وصلها لداك الخلا اللي حدا البحر. تما وسط الظلام والخلا خرج داك السهم ديال الصيد البحري وضربها ضربة وحدة في الكرش،
ومن بعد خدا ليها التليفون وهرب وخلاها كتواجه الموت بوحدها. ومنين سولوه البوليس علاش استعمل داك السهم قال بلي ما كانش ناوي يقتلها، غير كان معصب والسلاح كان ديما عنده في الطوموبيل بحكم كيمارس الصيد والغوص. ولكن في النهاية النتيجة كانت روح بريئة مشات عند الله بسبب الغيرة والتملك المرضي، وتحال معاد على المحاكمة وتحكم عليه بالسجن المؤبد. وحتى لهنا كتسالى هاد القضية اللي خلت بزاف ديال الناس يتسائلوا كيفاش علاقة حب تقدر تحول فجأة لجريمة قتل بشعة بهاد الطريقة. وإلا وصلت حتى لهنا ما تنساش تخلي لايك ومتابعة باش يوصلك الفيديو اللي ماجي. والسلام عليكم.